السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي حبايبي مننساش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسونيش بكومنت حلو ولايكات اكتر. معكم قناة فنجان الهنا. يلا بينا نشوف فنجانك هيقول ايه يا برج الجدي. بس قبل ما نبتدي حبايبي يا ريت نصفي النية وندي لنفسنا كده طاقة ايجابية ونسمي بسم الله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خير ان شاء الله برج الجدي. طبعا لا يعلم الغيب الا الله. القراءة بتنطبق على الجنسين رجل وامرأة وكل الاعمار. القراءة بتكون عامة وليست خاصة. يلا بينا نحط لايك نحط كومنت حلو نرفع بالفيديو بتاعنا. ولو انت مش مشترك في القناة برج الجدي بعد اذنك بليز اشترك. برج الجدي. شايفة برج الجدي ان في خلاف، في حاجة خطأ، يعني في حاجة كده غلط في الخلاف دوت. يعني ايه في حاجة غلط؟ يعني ممكن يكون خلاف عموما. آه، يعني كان في حاجة انت فهمتها غلط او شخص فهمها غلط فاتعمل بنى عن خلالها ان يكون في خلاف. اوكي، او عموما في حاجة خطأ، ان في حاجة هنا ممكن يكون في حد بيوقع بينك وما بين شخص او حاجة. والله اعلم، انا بس بقرب لك افكارك، ولكن هنا في خلاف، في حاجة غلط. برج الجدي. شايفة برج الجدي انك انت البعض منكم مسكت في كلمة واتفقت على حاجة. يعني ما صدقت مثلا انك مسكت في كلمة كده واتفقت بيها ان يكون في اتفاق مع حد، او يكون يعني تتفق في شيء او تتوفق في شيء. دي الطاقة التانية للبعض منكم. مسكت في كلمة ومشيت من موضوع، زي ما يكون اتلككت كده على كلمة او حاجة. دي طاقة تانية يعني. مشيت من شخص بعدت عنه، او مشيت من مكان. الله اعلم. كمان في طاقة تالتة للبعض منكم. انا بقول لكم الطاقات اللي موجودة. اوكي. في كلمة اتقالت وانت سكت. كلمة اتقالت لك وانت سكت يا برج يا برج الجدي. برج الجدي في طاقة حزن عند البعض منكم. في طاقة حزن، وحزن كبير، يعني مش حزن صغير، لا يعني حزن في حاجة انت متعايش فيها بتمر بيها. برج الجدي عندك هنا انتباه من ثقة، انك انت منتبه انك تثق في شخص. منتبه انك انت ما تثقش فيه، او تكون عموما من ناحية الثقة في ان في اي شخص. عموما مش شرط يكون شخص بعينه، يعني شخص بالظبط كده، لا. ممكن تكون انت منتبه من انك انت اصلا ما تثقش في اي حد. طب لو انت لأ، ففنجانك بيقولك انك انت تنتبه من ثقتك في الاخرين، في اللي حواليك. اوكي، عشان ما يحصلش ليك خلاف مع، يعني خلاف لنفسك او حاجة مع حد. بعضكم في مشاكل انت يعني مستحملها. في مشاكل انت مستحمل المشاكل اللي انت بتمر بيها. في شيء من الناحية العاطفية اكتمل او هيكتمل من الناحية العاطفية، وفي شيء من الناحية العاطفية انت مكمل فيه. طيب لو الشيء اللي من الناحية العاطفية يعني اكتمل ليك او هيكتمل، ممكن يكون ان البعض منكم دي ارتباط او حاجة هتكتمل ارتباط ليك. والبعض منكم ممكن تكون علاقة مكمل فيها لانها من الناحية العاطفية. برج الجدي. البعض منكم في هم، بس شايفة انك انت بطل، يعني من ناحية الهموم اللي انت بتمر بيها عموما لسه صلب، لسه واقف على رجلك. وشايفة ان في شيء ايجابي من ناحية الهموم اللي انت بتمر بيها. يعني ايه شيء ايجابي من ناحية الهموم اللي انت بتمر بيها؟ يعني في هم انت في شدة في حاجة، عندك نصرة، عندك شيء ايجابي عن اللي انت فيه ده، يعني هيعوضك عن الهم اللي انت فيه ده.
برج الجدي انت مغمي عينك الاتنين عن شخص، عن إساءة شخص ليك أو عن شخص سيء عموما انت مش شايفه، أو البعض منكم شايفه بس مش يعني مش بإيدك حاجة تعملها معاه، لأن أنا شايفة إن بعضكم هنا عارف إن الشخص ده سيء ولكن انت عامي عن حاجات كتير عنه. ده للبعض منكم. وشايفة كمان إن للبعض منكم طاقة عكسية، يعني للبعض منكم إن في شخص عامي عن أخطاء شخص محيط بيك، ممكن يكون ده الشريك، عامي عن أخطاء شخص اتجاهه. في هنا اسم الاسم ده اللي انا هقوله هو ده اسمك، لا اسم شخص تعرفه، الاسم تقابله في الايام القادمه، بس هو ايه؟ عبد القادر او حاجه، يعني هو عبد القادر ده للبعض منكم. اوكي. ده اسم، وللبعض منكم لا ده مش اسم، لان جنب منه هنا شخص، ففي شخص هنا قادر عليك، او شخص بمعنى اصح قادر على كل اللي حواليك. برج الجدي فيه انتقام، شايفة انك انت جواك كده حريق من شخص او من اشخاص، فشايفة انك جواك انتقام. عندك حرف الحاء في طاقة سلبية، حرف الحاء ده. برج الجدي فيه هنا طاقة تعب ليك، بس شايفة ان طاقة التعب اللي عندك من شيء انت يعني انت في انتظاره او شيء انت بتمر بيه، ولكن شايفة ان في هنا طاقة تغيير في الشيء اللي انت تعبك، هيكون في تغيير، اذا كان بقى من ناحية شخص او من ناحية تغيير في اللي تعبك عموما، اذا كان حالك المادي او حالك يعني العاطفي او يعني مشاكل او كده، فشايفة ان في تغيير لك، حظ في تغيير يا برج الجدي. برج الحمل موجود عندك هنا يا برج الجدي، في شيء بتمر بيه او هتمر بيه مع برج الحمل، او كنت بتمر بيه عموما يعني. طب تعالى برج الجدي نشوف فنجانك ان شاء الله خير. اللي محطش لايك بليز بعد اذنكم حطوا لايك. في شيء انت جهزت له فجأة او هتجهز له فجأة، يعني في حاجة كده ايه جات لك على فجأة، فانت هتجهز لها برضو على فجأة، لقيت نفسك مضطر انك انت تجهز للشيء ده، او هتجهز للشيء ده فجأة، لان ممكن تكون انت جاتلك مناسبة على فجأة ما كنتش عالم بيها امتى او حاجة فجاتلك، فهتجهز لها او جهزت لها. ومش شرط تكون مناسبة، انا بقرب افكارك بس في حاجة كده انت هتجهز لها فجأة، ممكن تكون فكرة تخطر على بالك فجأة فانت هتجهز لها برضو وكده يعني يا برج الجدي، او جهزت لها. بص يا برج الجدي في شيء ضعيف عندك، فشايفة ان الشيء ده الضعيف اللي عندك انت كنت غفلان عنه عشان كده ضعيف، ما كنتش مهتم بيه عشان كده ضعيف، كنت يعني عينك متغمية عنه عشان كده انت ضعيف فيه ضعيف بقى في موقف انت فيه، ضعيف في حاجة تخصك صحيا، ضعيف في من ناحية دراسة، ناحية عمل، ناحية حياتك العاطفية، ناحية كده يعني، ففي حاجة انت يعني ضعيف فيها مش قوي فيها، فاهمين؟ فشايفة ان بناء عن انك انت كنت غفلان عن الشيء ده، كنت في غفلة. طيب خد بالك بقى يا برج الجدي، لو انت ما يكونش عندك اهتمام او كده وانت مش بتمر بالطاقة دي، لان البعض منكم مريت بيها والبعض منكم انت لسه بتمر بيها، وعايزه اقولك ان البعض منكم طبعا مش مر بيها خالص، ولكن يعني انا يعني بحب اديك الحذر انك انت تاخد بالك انك انت تكون في شيء
شيء تغفل عنه، ما تهتمش بيه او حاجة، عشان ما يبقاش ايه، عشان تكون ايه يعني تكون قوي، ما تكونش في شيء انت ضعيف فيه ومش عارف تكون عاجز عنه او كده يعني. لا، مش عايزاك في المرحلة العجز ديت. لا، انا عايزاك تكون ايه، ثابت كده وصلب، وعارف تكون قوي في اي موقف في اي حاجة. في تفريق هنا حصل للبعض منكم او كان هيحصل، بس شايفة اني التفريق ده انتهى او هينتهي. يعني لو البعض منكم المشاكل اللي حصل فيها تفريق او كان هيحصل فيها تفريق انتهت او هتنتهي. وشايفة ان للبعض منكم انت بتمهد لتفريق، انك تفترق عن شخص، ومش شرط خالص يكون من الناحية العاطفية. اوكي، مش شرط خالص ان يكون من الناحية العاطفية، لان البعض منكم من الناحية العاطفية، البعض منكم لأ. ولكن كمان عايزة اقولك ان البعض منكم مش انت اللي بتمهد، ده في شخص بيمهد ان يتفرق عنك، وبنسبة كبيرة هي امرأة. ومش معنى كلامي انها امرأة بس، ومش معنى كلامي انها من الناحية العاطفية بس. برج الجدي بتتعرض لانتقادات كتير الفترة دي، في انتقادات كتير. برج الجدي في حاجة تخص مستقبلك انت علمت بيها او هتعلم بيها، علمت بيها او هتعلم بيها برج الجدي. ان شاء الله خير، خير ان شاء الله ايجابية. شايفة برج الجدي ان انت بتتمنى ان الشمس يعني تنور حياتك، شايفة انك انت في شيء صعب انت بتمر بيه، وشايفة انك انت بتتمنى كده، بتتمنى انك انت تستقر، بتتمنى انك انت تطلع من، يعني تخرج من الظلام للنور. فشايفة ان شاء الله اللي بتتمناه تنوله. برج الجدي شايفة انك انت هنا في حاجة انت فهمتها. ممكن تكون البعض منكم انت في شيء ما كانش واصل لك، او كنت فاهمه غلط، او حاجة فهمته او هتفهمه. اوكي، وشايفة ان في حاجة هتنتهي بعد ما انت ما هتفهم ده. ممكن تكون ده يعني في حاجة انت اكتشفتها او هتكتشفها، او حاجة انت كنت فاهمها غلط وهتفهمها. يعني في الحالتين انك انت في حاجة هتوصل لك، حاجة هتفهمها. شايفة ان كمان ان البعض منكم بتتمنى ان شيء انك تفهمه وتعرفه، عندك في علامة استفهام مش عارفه او كده. انت بتتمنى انك تفهم حاجة هتفهمها، او انت كنت بتتمناها وفهمتها. كمان بتتمنى ان في شيء يتم ليك، ففي اتمام لشيء ان شاء الله. برج الجدي في طاقة تغيير عندك، انت متغير، بس التغيير اللي عندك ده كان للأسوأ. التغيير اللي عندك ده كان للأسوأ، تغيير مش ما كانش إيجابي. يعني ممكن يكون ان البعض منكم حصل تغيير عندك مثلا مادي، او حصل تغيير عندك من الناحية العاطفية، في حاجة حصلت، في تغيير حصل، يعني في حاجة كانت اتغيرت عند البعض منكم، مشاكل او حاجات كده، او تكون تغيير في اسلوبك مع شخص او مع اشخاص، او تكون اسلوبك عموما مع الاخرين، مع اشخاص معينة. ففي طاقة تغيير كده حصلت بس ما كانتش كويسة. برج الجدي شايفة ان بعضكم منصاب بشيء، في شيء انت منصاب بيه. ممكن تكون في تعب عند البعض منكم، او في حاجة انت بتمر بيها، فانا شايفة ان دي انت منصاب بيها يعني، او منصاب باشخاص عموما سيئين اتجاهك او كده. فشايفة ان في هنا حاجة انت منصاب بيها، بس بكل قليلة منكم. في طاقة ندم انت ندمت عليها، هي ممكن تكون الطاقة ديت مريت بيها او بتمر بيها
يا برج الجدي، او هتمر بيها بس بنسبة قليلة انك تمر بيها. شايفة ان انت ندمت على شيء ثمين، ممكن تكون ده كان في ايدك وافتقدته، شخص بقى او شيء عموما ضاع منك. عايزة اقولك كمان ان في طاقة نصب هنا، يعني ممكن تكون ان البعض منكم متنصب عليك او حاجة. طيب برج الجدي، بكده انا خلصت قراءتك. طمنوني عليكم في الكومنتات. اذا عجبكم الفيديو مننساش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبالنهاية انا بشكركم وبتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق في حياتكم. تزوروني في قراءة فنجان جديدة. بحبكم في الله، بحبكم جدا جدا. باي باي.